على الفيل. علاء للمرة الثانية تمريرات بعرض الملعب تعمل مشكلة في منتهى الخطورة، خطيرة. خالد قمر ممكن جول جول جول، مش ممكن محمود علاء يعمل واحدة ايه، بيعمل واحدة عرضية لخالد قمر اللي بيستغل اول الاخطاء الدفاعية. خالد قمر مع الدقيقة 30 تقدم زملكاوي من اللعبة اللي عملها بعرض الملعب. لسه بقول تمريرات عرضية في المكان ده ما كملتش الكلمة، كأن قلبي حاسس يعملها محمود علاء. صعب قوي تبقى اخر لاعب في الملعب حتى لو جنبك زميلك فاتح لك وتعمل في المكان ده والمساحة دي. بص اهو السيناريو اللي بتكلم عليه. علي الفيل ليه محمود علاء اللي بيرجع الراجل عملها ثرو باص، ايه ده، عملها بلسم كأن واحد مصمم هجمات لنادي الزمالك وبيعمل بينية لخالد قمر اللي واقف في مكان كويس قوي ويحطها على شمال احمد سعد. هدف التقدم لنادي الزمالك. 1 للزمالك اهي اللعبة، وحاطط بطن رجله خالد قمر عشان يحط نادي الزمالك في المقدمة بعد 30 دقيقة. 1-0 اللي اكيد هيغير من ملامح اللقاء على اقل تقدير هجوميا لنادي حرس الحدود اللي كان متحفظ تماما خلال الوقت اللي فات ومستني يلعب على هجمة مرتدة.